كان في زمان فريق كان بينوم افريقيا من المغرب. كان في فريق زمان كان اسمه الاهلي بينوم افريقيا من المغرب. دلوقتي اصبح فريق عادي، ما يقدرش يعمل اي حاجة. اي نادي يقدر يهزمه عادي وبمنتهى البساطة. ايه اللي حصل للاهلي؟ بيراميدز يدمر الاهلي بثلاثية، ومنهم هدفين الميلي. كان لو لعب ضربة الجزاء كان بالهاتريك، ولكن النزيل ما لعبش. آه. ايه اللي حصل لك يا اهلي؟ يعني انا لسه قايل بدري، الزمالك خسران، تمام، قصدي تعادل وخسر نقطتين. قلنا خلاص، الجماهير فرحت بتاعت الاهلي، قالت لك خلاص يا باشا، دلوقتي الاهلي هيكسب بيراميدز مثلا، او في الميت خالص 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 مثلا هيتعادل والدنيا تمام. ولو كسب الاهلي بيراميدز هيلعب بعد كده الزمالك، وبقى خلاص خد الدوري. اللي حصل ما تعرفش. مدرب فاشل، مدرب فاشل، وإدارة فاشلة، ولاعيبة موظفة. يعني ايه لعيبة موظفة؟ يعني لعيبة همها انها تاخد المرتبات بتاعتها وبس يا باشا. ده ما فيش انتماء ليه. طب والدليل على كلام ايه؟ ايه هو الدليل؟ هقول لك ايه الدليل. الدليل لو تشوف لعيبة الاهلي النهارده كلهم، انا من وجهة نظري فيش غير ثلاثة بس كانوا بيلعبوا. ركزوا معاي، ثلاثة بس كانوا بيلعبوا. تريزيجيه حاول كثير وكان يعتبر بيلعب وحده في الخط الامامي، ومروان عطيه، ومروان عطيه وعندك مين ورا؟ وياسر ابراهيم. وخلصنا يعني ياسر ابراهيم، مروان عطيه، تريزيجيه، دول كانوا يلعبوا. طب والباقي؟ والباقي موظفين. ليه موظفين؟ لانه زي ما قلت لكم كده، بص علي، عشان يبقى فيه روح للنادي، او مثلا يلعب اللاعب اللي انت جايبه ده يبقى كويس معاك ويديك 100% من مجهوده. لازم يكونوا في انتماء للنادي بتاعه. يعني ايه برضه؟ يعني انت لو جبت له لاعب غريب مهما كان حلو، ولكن مش هيديك 100% من مجهوده، لانه يعتبر هو واخدك نظام كانه وظيفه او شغل. يعني انا جاي مثلا بعقد مثلا في السنه كده كده، خلاص انا ليا مرتب وخلاص يا باشا. يوم ما تنقصني اروح اشتكيك في الفيفا، تمام. اما لما يكونوا مثلا ده واحد من ابناء النادي، هتلقاه يلعب 100% من مجهوده. ليه؟ لانه يعتبر مهما حصل، حتى لو النادي بعد كده في المستقبل مشاه، هو في حيث ما انتماء من هو صغير في الاكاديميه، وهو في انتماء للنادي، عشان كده يلعب كويس. زي مين؟ زي ما قلت، زي تريزيجيه النهارده، زي مروان عطيه، زي ياسر ابراهيم اللي عمل بعد كده كارثه طبعا، وبسببه جاء هدف من الاهداف الثلاثه بتوع بيراميدز. ولكن زي ما قلت لكم، باقي ما باقي نفخ. باقي ما باقي اللعيبه اللي في الاهلي بما فيهم المدرب الغبي ده اللي اسمه تروب، ده كلهم لعيبه نفخ. يعني ايه نفخ؟ قعدت تنفخوا فيهم. امام عاشور تقول لك قال اقوى لاعب في مصر، اقوى لاعب في مصر، وانفخ في امام عاشور، وانفخ في امام عاشور. فتح دراعاته وقال لك انا لازم باخد كد رزقيه وكد زيزو. بعد كده مستواه باظ. زي ما انت شفتوا، كان زمان في الزمالك كان بيلعب حلو والدنيا حلوه وكان يلعب شرس ومية مية وبتاع. راح الاهلي يا باشا، النفخ 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 النفخ، بوم، باظ الولد. طب مين تاني؟ زيزو. الاهلي قال لك تعالوا نوقع معنويات الزمالك خالص، ونخليهم كده ايه، يوعوا من دماغنا خالص كده، وما يقومش الزمالك ده تاني. نجيبوا مين؟ نجيبوا عمك زيزو. عمك زيزو اللي هو نجم الزمالك، لو احنا جبناه خلاص كده الاداره نفسيا وقعت والجماهير وقعت وكل العالم غارف داهيه بتاع الزمالك. جابوا زيزو وقاعدين ينفخوا فيه، ينفخوا فيه، زيزو احسن لاعب في مصر. برضه نفس الحكايه، نفس الاسطوانه بتاعت امام عاشور. يا عم اتعلم يا عم، يعني انت لسه جايب امام عاشور قاعد تنفخ فيه بعد كده باظ. تجيب لي بعديه زيزو عشان تغيظ الزمالك وتدفع ارقام فلكيه وتنفخ فيه وبعد كده باظ. يا عم ايه يا عم؟ بص علي، اي حد بعيد عن ابناء النادي الاهلي مالوش لازمه، عشان اريحك كده. يعني مهما تجيب لي مين من، بص علي،
باختصار شديد، لو انت هتجيب لاعب مش من الاكاديميه بتاعتك لازم يكون اجنبي. ركز معايا، لازم يكون اجنبي. ليه طيب؟ لانه الاجانب معروف عنهم انه هو محترف، يعني يديك 100% من مجهوده. 100% ده حقيقي، يعني زي ما اقول، زي ما تديني انا هديك، انت تديني انا اديك. ده الاجنبي. اما المصري او العربي، لا يا باشا، مفيش كلام ده. لو ما كانش من ابناء النادي مش هيلعب لك اي حاجه ولا تستفيد اي حاجه. طبعا اداره فاشله. اداره فاشله ليه؟ لانه مخلي واحد لغايه دلوقتي زي توروب، زي توروب، مدرب فاشل ومالوش سي في اصلا قوي. انا ما اعرفش على اساس ايه النادي الاهلي جابه. طب انت جبته على اساس ايه يعني؟ فين البطولات اللي معاه؟ فين التاريخ اللي معاه؟ فين اللعيبه اللي مثلا طلعها وخلاها لعيبه؟ انت جايبه تعمل له ده؟ وكمان كده مش جايبه بس، وعامله لي قالب عقد كبير، وعامله لي برقم فلكي، بحيث لو انت في يوم من الايام زي كده مثلا دلوقتي انت مضطر انك تمشيه، تغوره في داهيه. فانت دلوقتي لو حبيت تمشيه ادفع يا باشا، ادفع رقم فلكي بالدولار يا باشا، حكايه زي 4 مليون دولار يفشخوا النادي. طب ليه ليه يا عم؟ هات لك واحد من ابناء النادي بتوعك يا عم. مضطر انك تجيب واحد مثلا اجنبي، حيب اثنين، لا تجيب اجنبي، لا تجيب واحد ليه سي في قوي ومطلع لعيبه 100 100 من تحت ايده، يعني يكون سي في قوي حتى لو غالي، تمام. لا يعني ايه، الاداره تحترم نفسها وما تجيبش غير واحد من ابناء النادي الاهلي. باختصار شديد، لا تجيب واحد مدرب بعقد قوي، يعني يكون مدرب كله يشهد له، زي مثلا يورجن كلوب. ما عن الكلام، انا مش عارف، انا عارف الاهلي ما يقدرش يجيب واحد زي ده. مثلا اقول لك زي كده، مثلا واحد زي يورجن كلوب، واحد زي انشيلوتي، زي الناس المعروفه دي القويه. ايوه هيدفع مبلغ كبير، ولكن انت جايب لاعب جايب مدرب حقيقي هيديك اقل حاجه 10 سنين قدام مثلا، او في الميت خلص 5 سنين. ما تروحش انت تروح متليس لي جايب لي مدرب يا باشا من تحت بير السلم، وكمان ايه عامل لي عقد كبير ليه، ودلوقتي انت تحت رحمته وصابعك ده تحت درسه. ليه؟ مشيته دلوقتي يضغط عليك. خلاص كده يا باشا، ادفع يا باشا، ادفع الشرط الجزائي. طب لو استنيت الجماهير تولع وتغضب ليه؟ يعني اداره بصراحه، اداره فاشله اداره الاهلي، عشان ابقى صريح معاكم. زمان يعني اتعلم من اداره مثلا زمان ممدوح حمدي ده اللي هو القديم ده. الاهلي كان يعتبر اقوى فريق في افريقيا بقياده مين يا معلم؟ بقياده مانويل جوزيه، ومش عارف ايه، وكان في استقرار والدنيا تمام، وكان مدرب شخصيته قويه. اما ده ولا شخصيه قويه ولا لي سي في ولا لي اي حاجه. واللعيبه النفخ في الاهلي، تريزيجيه، امام عاشور، اللعيبه دي نفخ كلها. باقي في لعيبه كده اي كلام. ده ما قلت لكم، حاليا الاهلي ما فيهوش غير مروان عطيه، وفي تريزيجيه، وفي ياسر ابراهيم، على الرغم من الغلط اللي عمله، على الرغم من الغلط اللي عمله ياسر ابراهيم. فدلوقتي الاهلي بعد الخساره من بيراميدز، رسميا خذوها مني، رسميا الاهلي خارج بطوله الدوري. دلوقتي بطوله الدوري لا ياخذها بيراميدز، لا ياخذها مين؟ لا ياخذها الزمالك. وبما انه برضه الزمالك ما يتخبط وبتاع، انا من وجهه نظري هي الكوره لو عادله، بامانه، الكوره لو عادله الدوري يروح البيراميدز، الدوري يروح البيراميدز. بس هنشوفه هو حاليا بين البطوله دلوقتي خلاص بقت لا تروح البيراميدز لا تروح للزمالك. الاهلي خارج الحسابات بعد الخساره الكارثيه ب3-0. دي نتيجه كارثيه فعلا فعلا فعلا. زمان كان الاهلي يمكن في الموسم كله ما يجيش فيه 5 اهداف. يا باشا انت الموسم ده جاي فيك 24 هدف، تخيل 24 هدف. ايه يا باشا؟ كفايه كفايه يا اداره يا غبيه. مشي المدرب الاجنبي ده، وحيم اثنين، لا تجيبي واحد اجنبي مشهود ليه من الجميع، لا تاني حاجه. لا طب مثلا المشهود ليه من الجميع ده سعره غالي، خلاص هاتي زي الزمالك كده واحد من ابناء النادي، واحد من ابناء النادي زي معتمد جمال كده. انتوا طبعا النادي الاهلي مليان ناس كويسه، ويدرب الاهلي، يدرب الاهلي لغايه ما يبقى في رقم محترم في الاهلي، يروح جايبين واحد يا باشا، واحد كده
من المدربين التقال، ده الحل الوحيد اللي عارفه انا. غير كده هيفضل الاهلي متخبط ودنيته بايظه وخارج من كل البطولات، ويطلع بموسم صفري عمل زي ريال مدريد طلع بموسم صفري، وموسم كارثي كارثي كارثي. على فكره المدرب ده عمل حركه غبيه جدا 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 لما طلع مين يا باشا؟ لما طلع الدبابه ديانج. طب ليه طيب؟ اول ما طلع ديانج وراح منزل بن شرقي وبتاع ده رمضان ده ما عرفت ايه، خط الوسط ضاع منك يا باشا. انت عملت ايه انت على كده؟ انت طيرت خط الوسط. اعتبر ديانج ده اللي هو شايلك لاعب ارتكاز. يعني ايه لاعب ارتكاز؟ يعني بيقطع كور. لاعب ارتكاز يعني انا بقطع كور. طب انت شلت اللاعب اللي يقطع لك كور، خلاص يا باشا الموضوع بقى كده ذحليقه. كل الجاي يزحلق لمك، يزحلق لمك، يزحلق لمك. الموضوع كده طبعا ايه يعني. اول ما والله العظيم اول ما شفت التغيير بتاع ديانج دي انا قلت حايم اتنين. الاهلي لو ما سجلش هيتشرخ. ليه هيتشرخ؟ لانه خط الوسط بقى مستباح. ولو تلاحظ من دقيقه 60 لغايه ما الماتش خلص بقى خط الاهلي، خط وسط الاهلي مفيش اي هجمه بتطير على اول يا باشا على على المرمى عندك على طول. مفيش حاجه ما في النص، فيش صداده. الصداده اللي هو ديانج عندك كان انت شلته خلاص. بقى الموضوع ايه؟ زحلق واجري وخلصنا. فخلاص كده حتى الاهلي دلوقتي ممكن بعد ما بعد ما كان الاهلي بطل افريقيا، دلوقتي تخيلوا معاي الموسم الجاي الاهلي ممكن يشارك في مش ممكن، ده بنسبه كبيره يعني بنسبه 80% انه الاهلي هيشارك في الكونفدراليه. يعني بعد ما كان يعيب على الزمالك ويقول الزمالك هيشارك في الكونفدراليه والبطوله دي بتاعت الفاشلين والكلام ده، دلوقتي هو اصبح واحد من الفاشلين للاسف بسبب الاداره وبسبب المدرب. آه لك الله يا جماهير الاهلي بقى بصراحه يعني حرق الدم بعد اللي حصل النهارده. يعني مدرب غبي، اداره غبيه، لعيبه مش من ابناء النادي، ما عندهمش انتماء ولا حيويه ولا روح ولا اي حاجه يا باشا. في الضياع خالص، في الضياع في الضياع. يعني بيراميدز بعد الخساره من الزمالك جاي لك مثلا ايه، معنويا هبط شويه، مطرح ما تخلص عليه لا يا باشا انت سبت له الدنيا مباحه بسبب هذا المدرب الغبي. شاركوني برايكم في التعليقات، مش عايز اطول فيديو اكتر من كده. ايه اكتر سبب في خساره الاهلي النهارده وفشله؟ ايه اكتر سبب؟ وتتوقع ايه طالبه من الاداره الفتره الجايه؟ ايه طالبه من الاداره الفتره الجايه؟ وسبب الفشل الرئيسي والخساره الكارثيه النهارده من قدام بيراميدز. قول لي ايه سبب الخساره. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتابعني بكره ان شاء الله باذن الله في دوري الابطال يا باشا. والدنيا هتبقى خراب بين باريس سان جيرمان والباير. لو اي واحد فيكم قاعد لغايه الدقيقه دي يكتب لي في التعليقات وانا سوف اشكره شخصيا. انت اخويا كده. سلام. اه يا اهلي اه. اه